السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المشاهدين والسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. طبعا يا جماعة احنا في الصيف بقى، وحاجة الصيف وحاجات وجمال الصيف بقى بيحتاج حاجات إيه، حاجات مسكرة وحاجات حلوة كده. فمين كلنا طبعا كلنا عارفين اللي معايا دي إيه؟ أكيد، ولا في حد ما يعرفش؟ تمام، هسهلها عليكم. لو حد ما يعرفش، دي ماكينة غزل البنات، عارفينها؟ اللي هي احنا بنسميها هنا غزل البنات، اللي هي الحلاوة اللي هي اللي عاملة زي القطن الفايبر كده. أيوه، هي زي القطن الفايبر، معرفش بقى انتوا بتسموها في الدول عندكم ايه، بس هي مشهورة في الدنيا كلها يعني عموما. ناس بتسميها الحلبسة، أيوه ناس بتسميها الحلبسة. تمام، ناس بتسميها الحلبسة وناس بتسميها غزل البنات. تمام تمام. طبعا أولادي بقى من النوع إن هم بيحبوا الحاجات الحلوة دي. كل يوم بقى عندنا حد يعدي في الشارع عايزين يجيبوا منه، يا ماما عايزين نجيب منه. قلت ده وانا على ايه، جبت لهم الماكينه دي، قلت اجربها معاكم واشوفها برضو ايه النتيجه بتاعتها، اخبارها ايه. بس بصراحه طلعت تحفه تحفه تحفه، مفيش بعد كده. من يوم ما جبتها هي ما بتفصلش، يوميا بنفس الطريقه كده. حتى اولادي جربوها كمان من غيري. تمام تمام. جبنا هنا السكر، طبعا لازم تشغلها الاول تسخن منك. على فكره يا جماعه منها جميع ستايلات، يعني منها اشكال كتير. يعني انا جايبه دي اونلاين، جايبه الماكينه دي اونلاين. تمام، اهو شايفين الحلبسه الحلوه دي اهو. هو بيقول لي اعمل عكس عقارب الساعه. هلف كده مش عارفه الف كده، مش اقول عكس عقارب الساعه ازاي. لو تفهموا فيها اكتر مني تمام، خليكم شغالين. اهو شايفين، انا كده بلف عكس عقارب الساعه على فكره. اه، هو المندوب قال لي اشتغل عكس عقارب الساعه، قلت تمام هلف عكس عقارب الساعه. الساعه بتلف يمين، انا بلف شمال. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم بجد؟ تحفه تحفه، توفر عليكم كتير. بصراحه جايبها ب 400 جنيه، بس جميله والله، تستحق اكتر من كده. جميله. الكيس دلوقتي مع الراجل اللي بيمشي عندنا في الشارع كده بالحاجات دي، والله بيبقى ب5 جنيه الكيس الواحد. انا طبعا عندي اطفال وكده، فكيس مش هيقضي بقى، فقلت لا هي اوفر له احسن، اجيبها بقى. جبتها ان شاء الله، مبسوطين. لو اخدت بالك هتلاقوا ملمومين حواليا. كام ايد بصوا كل ما اعملها يخطفوها مني. هي كانت اكبر من كده الوقت، دي كده راحت. دي واحده جديده، خلي بالكم يا جماعه، ركزوا معايا هتلاقوني اهو. ودي واحده تاني. شغالين احنا كده شغالين. ده ايد محمد ابني، دي ايد محمد ابني اهو. هو بص انا ماسكه واحده وهو ماسك واحده، انا بقول له لف كده اهو، انا بقول له لف كده. دي ايد محمد ابني اهو، ربنا يبارك فيه يا رب. فرحان بها يا ماما، مش راضي يجيبها. انتوا عارفين راح جاب لها الوان طبيعيه، اللي هو الاحمر والاصفر والحاجات الحلوه دي، عشان يلونوا غزل البنات ده او يلونوا الحلبس. ايه رايكم بقى؟ حاجه جميله جدا جدا وحاجه اقتصاديه، تقدر ان انت تعملها في البيت، تقدر ان انت تشجع اطفالك. طبعا احنا في ايام امتحانات وايام مذاكره، اللي هيخلص الاول هعمل له مثلا كذا. مش هعمل لحد لما يكون خلص واجبه وخلص مذاكرته. مثلا لو عايزه طلب من طفل او حاجه بعملها لك، فاهمه؟ جميله جدا جدا بصراحه، وحلوه في حاجات كتير. طريقتها سهله وطريقتها بسيطه، مفيش فيها اي حاجه صعبه. ايه رايكم بقى؟ والله يا جماعه انا ما عارفه اعمل منها واحده، كل ما اجي اعمل لحد في الاخر قلت لهم والله ما عاد حد جاي جنبها، سيبوني اخلص واحده بقى. اه والله، كل ما اعملها يخطفوها مني، كل ما اعملها يخطفوها مني، فقلت لا بقى. امال انا بصور بناء على ايه؟ ده بسيبوني اصور وبعد كده استغلوا المكنه مع نفسكم لوحدكم كده. قالوا خلاص تمام. برضو سكتوا ما سكتوش والله، اخدوها مني اهو شايفين. شايفين اه والله. قلت لهم لا سيبوني بقى اعمل واحده كده عشان التصوير بقى، ويبقى شكل حلو قدام الناس، ما نضحكش الاجانب علينا. فاهو، اتفرجوا بقى على على النهايه بتاعتها. انا مش عارفه اوريها لكم في في المقدمه، فتشوفها في النهايه احسن. اهو. طبعا هي بتحط السكر، لما تيجي تحط السكر بتفصلوها عشان السكر بيطير مجرد ما تيجي تلف كده السكر بيطير بيلف في كل حته. اهو شايفين عصيان تانية بتتمد معايا، اللي هي عصايه الشيش طاووق دي. اهو. قلت لهم لا سيبوني بقى اعمل. اهو شايفين، والله بتعمل حلو قوي، بس هم بقوا يدوني فرصتي. نصيحه مني، خدوا فرصتكم واعملوها احسن من كده. وعملتها اكتر من كده كمان، ده انا قلت لهم لا سيبوني بقى اكمل. اهو شايفين، طول ما فيها السكر طول ما بتطلع معاكم. ايه رايكم؟ لسه ما كملتهاش برضو، لسه هعمل تاني هتكمل اكتر من كده. بس والله حلوه قوي، جميله جميله، وحاجه طبيعيه في البيت عاملاها على ايديكم. ايه رايكم بقى في الفيديو؟
اشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر واقول لكم على السلامه.